كل نوع من انواع التلوث الموجود عندك في المنزل له نباتات مخصصة في امتصاصها، يعني التلوث الكيميائي، التلوث البيولوجي، التلوث الإشعاعي، التلوث الميكروبي إلى آخره إلى آخره. هذه كلها كل واحد له أنواع مخصصة في امتصاص هذا التلوث بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال الاستوديو اللي أنت جالس فيه الآن في عندك أشعة كهرومغناطيسية مسلطة عليك من جراء الأجهزة الكهربائية اللي حولك، من كاميرا، من إضاءة، من تلفزيون، من إلى آخره. قال لك جيب صبارة من الصبارات معروفة اللي هي المدورة، اسمها عمة القاضي، اسم الشائع لها. هي عبارة عن صبارة زي الخربز بس كلها أشواك. هذه لها القدرة العجيبة في امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية حولك. هذا مثبت علميا دكتور؟ نعم، أنا بتكلم هذا كلام علمي، وفي أبحاث ودراسات. منظمة ناسا اهتمت بهذا الجانب. طبعا أيضا في تحسين صحة المرضى، في ضغط الدم، في الناس اللي سووا عمليات. وهذه بالفعل انا وقفت عليها في مشروع قام مع مستشفى قناة السويس مع وزارة البيئة في مصر، وحطوا نباتات بالفعل في عيادات الجراحة وفي عيادات الكشك الأسنان وفي عيادات الباطنية. مع يعني قالوا انه تحسن المرضى في هذا الجانب كان كبير جدا في هذا الموضوع بالنباتات، لان فيها قدره عجيبه في الامتصاص. يعني توفير اكسجين في المنزل. كيف؟ في عندك انواع كثيره حتى موجوده في الشوارع، اللي هو يسمى بصبار جلد النمر. كيف جلد النمر؟ شكله كده الصبار عباره عن اوراقه طويله بس مخطط باللون الابيض وشو اسمه الاخضر. هذا الصبار قدرته عجيبه في امتصاص ثاني اكسيد الكربون وتوفير اكسجين بشكل كبير جدا في داخل المنزل. في هذا الجانب هناك ايضا بعض من المركبات اللي تمتص حتى الاشعاع النووي. يعني كلنا نعرف دوار الشمس. دوار الشمس هذا قدرة عجيبة جدا في امتصاص اليورانيوم الطبيعي، يعني غاز الرادون والى اخره الى اخره. الالفا الفا اللي هو البرسيم اللي انت نعم. اللي نعرفه ان الدين شو اسمه المواشي. هذا ايضا له القدرة العجيبة على امتصاص المواد الاشعاعية. في هناك عندك الباباي اللي هي زي الخيزرانة، هذه برضو لها قدرة على امتصاص هذا الجانب.